ببلش فيلمنا مع مجموعة من الشرطة الخاصة بقيادة هاتي رئيستهم، واللي رغم إنها بنت أثبتت إنها بتقدر تقود مجموعة اقتحام بتكون جاية مع فريقها لسرقة فيروس قاتل وخطير وبدها تلحقه قبل ما يوقع بالإيد الغلط. هاتي بترمي قنبلة ولما بتنفجر بتشتت انتباه العصابة، وبعدها بتشتبك الشرطة معهم والكل ببلش يضرب بالكل، وهاتي اللي بتواجهه ما بتسمي عليه لحد ما بتوصل للشاحنة اللي فيها الفيروس، واللي كان عبارة عن مادة بتنحقن وبتشغل الجهاز عشان تستخرجه، واللي كان رح ياخذ شوية وقت. بس بهاللحظة بيوصل ضيف مش مرغوب فيه وبده كمان ياخذ الفيروس لحسابه، ولما هاتي وفريقها بيحاولوا يضربوه بيكتشفوا انه مش انسان طبيعي بالمرة، لانه الضرب ولا حتى الرصاص بيأثر فيه، وبمجرد ما يتطلع بالشخص بيعرف وين وكيف رح يضرب وبيقدر يتفادى الضربات بكل سهولة. هاتي بتعرف انه مش رح تقدر تواجهه فبتركض على الشاحنة وبتسكر بابها وبتحركها بسرعة. هاتي بتقلب فيها الشاحنة وما بيكون قدامها فرصة غير انها تحقن حالها بالفيروس، وبتحقن ايدها فيه وهربت بسرعة. بالموقع كان ستون معصب وبيتواصل مع القاضي على انه من الفريق، وكذب وحكى انه هاتي خانتهم واخذت الفيروس وهربت، وبيطلب من فرقته انهم يلاقوا هاتي باسرع وقت. نروح هسه لاثنين مختلفين عن بعض بالمرة، هم المحقق هوبس اللي بيشتغل جاسوس مع الحكومة وشو اللي بيشتغل محقق كمان، بس الاشي الوحيد المشترك بينهم انهم ما بيطيقوا بعض. منشوف هوبس مع بنته بيفطروا بمطعم وبتسأله عن صورة شافتها إله مع إخوانه ببلده الأصلي، بس هوبس ما كان يحب يحكي عنها. بمكان ثاني كان شو بيقابل أمه المسجونة من 4 سنين، واللي بنعرفه إنها مجرمة خطيرة والعيلة كلها مجرمين إلا شو وأخته هاتي اللي انضموا للشرطة. شو كان بده يطلع أمه من السجن، بس هي عرفته إنها مرتاحة هون وبتعتبر حالها بإجازة، بس بتمد إيدها وبتعطيه شغلة وبتحكي له يرجع أخته لأنها خايفة عليها بعد الأخبار اللي سمعتها، ووقتها لما تلاقيهم مع بعض راح تفكر بالهروب وتطلع من السجن. بنرجع لهوبس وبنته اللي بيوصل عندهم العميل لوك، واللي بيكون صديق قديم لهوبس واللي بيكون عارف إنه مش جاي بخير بالمرة. بيعرفوا إنه في فيروس خطير انسرق ولازم الحكومة تسترجعه بسرعة، فبيسألوا ليش ما بعتوا فريق ليجيبوه. بيعرفوا إنهم بعتوا فعلا فريق بقيادة هاتي، بس خانتهم وسرقت الفيروس وخلصت على كل الفريق، وبكون مطلوب من هوبس إنه يرجع الفيروس بسرعة لأنه خطير كثير. هوبس بيرفض بالأول بس بيضطر يقبل لما بيعرف إنه هالفيروس لو انتشر ووقع بالإيد الغلط قادر ينهي البشرية. بيقبل بالمهمة بس بيعرف إنه رح يكون معه شريك بس ما حكى له مين. منروح لعند شو وهو طالع من السجن بيقابل عميل من الشرطة اللي بيعرفه بنفسه، بس شو ما بتذكر بالمرة، بس كان بده يعرفه إنه مطلوب لمهمة كبيرة، وشو برفض بدون ما يعرف شو تفاصيلها. بس لما وراه صورة أخته وخوفه إنه لو حد وصل قبلهم راح تموت، فبيقبل بالمهمة وبياخذه على مقر وكالة الاستخبارات عشان يقابل عدو اللدود. أما هاتي بهاللحظة بتحاول تتصل بوكالتها اللي بيحكوا لها تسلم حالها والفيروس لأنها صارت مطلوبة، فبتعرف إنها بورطة وإن وكالتها مصدقة إنها خلصت على زملائها وهربت، فقررت اتفخخ شقتها بحيث إنه لو حد حاول يقتحمها يموت، وبعدها طلعت. بنرجع لهوبس وشو أول ما قابلوا بعض طبعا اتخانقوا وكل واحد رفض يشتغل مع الثاني، والفريق كان بيراقبهم من برا، بس بالنهاية كل واحد قرر يشتغل لحاله بالطريقة اللي بتعجبه، والشاطر اللي بيوصل للفيروس أول. وأول إشي عمله هوبس إنه حدد آخر مكان لهاتي وبيقدر يعرف وين هي، وكانت وصلت لفندق وسرقت شنطة أواعي. بنفس اللحظة كان شو وصل شقتها وعرف إنها طبعا ماخذة احتياطات لأنه عارف أخته، وبلش يدور بكل أغراضها. كانت هي وقتها غيرت أواعيها وشكلها ولبست باروكة عشان ما حد يعرفها، بس لقت هوبس وراها واللي تعرف عليها وسألها لو بدها تخلص الموضوع بالهداوة ولا يستخدم العنف، وهون هي كانت جاهزة للهجوم عليه أصلا، وأخذت الخوذة وضربته على راسه وبلشت تطوش بينهم. شو ما كان وقتها لحاله بشقتها لأنه عصابة مؤسسة آيتون اللي شغال ستون معهم وصلوا لشقة هاتي، وطبعا شو مش رح يطلع منها إلا لما يعلمهم الأدب والضرب اشتغل بينهم هم كمان. بس بالغلط كانت في قنبلة رح تنفجر، بس شو لحقها بآخر لحظة. بنفس اللحظة كانت هاتي بتضرب بهوبس مش عارف يخلص منها لأنها سريعة، بس أخيرا قدر يمسكها وعلقها فوق وسيطر عليها. في آيتون منشوف ستون وهم بيجهزوا فيه وبيعيدوا شحنه لأنه تحول لنص آلي، وبنعرف إنه آيتون بدها الفيروس عشان تخلص على كل الجنس البشري وتحولهم زي ستون. نرجع لوكالة الاستخبارات ومنشوف هوبس وهو بيحقق مع هاتي واللي كانت رافضة تحكي وين
الفيروس. ولما هوبس حكى لها إنه عارف إنه مش هي اللي خلصت على فريقها، فبتسأله شو السبب. بيعرفها إنه وقت ما كان بيقاتلها كانت بدها تهرب مش تخلص عليه، وهيك معناه إنها متورطة بإشي أكبر. ورجع سألها وين الفيروس، بس ضلت تعاند وما حكت له وينه. هوبس تركها وقام يرد على بنته وحكى لزميله يخلي باله منها ولو تحركت يخلص عليها. هاتي بتفك الكلبشات بالسلسلة اللي معها ونص الضرب بزميل هوبس، بس هوبس بيدخل بآخر لحظة وبيلحق الزلمة. بس هاتي بتكون أخذت السلاح وطبعا هددتهم عشان يطلعوها. وصل شو وحكى له نزل سلاحك عنها، وهاتي هوبس بيفكرها حبيبته بس بيعرفوا إنها أخته وبيسألوها عن الفيروس. بس الاثنين بيتخانقوا مع بعض، فبتعصب هاتي وبتوريهم إيدها لأنه هي الفيروس ولازم تطلعوا بأسرع وقت. بس فجأة بيهجم عليهم ستون وعصابته وبيخطفوا هاتي اللي أغمى عليها وبيخلصوا على كل اللي بالغرفة ما عدا هوبس وشو، اللي استغرب إنه ستون لسه عايش لأنه خلص عليه من 3 سنين. هوبس بينزل وراهم على الأسلاك وشو بينزل بالمصعد، وهاتي كانت صحيت وبتسحب حبل ستون فبيوقف فجأة بس بيوقع فوق شو، والاثنين بينزلوا على القزاز. فشو بدخل معه بقتال بس الرصاص ما كان بيأثر فيه، والاثنين بيتخبوا ورا السيارات. فشو بيحكي له أنا مش خلصت عليك من كم سنة برصاصة براسك؟ فبيحكي له رجعت لك أقوى من الأول. وبيطلعوا الاثنين بيتواجهوا، وستون بيعرفوا إنه آيتون أنقذته بعد ما تركه يموت وهو رح يساعدها بمهمتها للقضاء على البشر. بهرب شو منه، وكان وقتها هوبس بركض ورا هاتي. بيوصل شو بالسيارة وبيحكي لها تركب بسرعة، بس هوبس حكى له إنه مش لحالها وبيركب معهم. بيلحق وراهم ستون بالدراجة تبعته اللي بتكون مرن كثير ومتطورة وبيقدر يمشي فيها على الجدران أو حتى بيمرق فيها من تحت باص ماشي. كانت مهمة شو بالسواقة، أما هوبس بضل يضرب بالعصابة لحد ما أخيرا هربوا منهم. وهالإشي بعصب ستون اللي عمل فيهم زي ما عمل بهاتي، وبلغ إنهم خارجين عن القانون عشان الشرطة هي كمان تدور عليهم. ولما هاتي وشو هوبس بيشوفوا الأخبار بيعرفوا إنه مؤسسة آيتون متحكمة بالشرطة وراح تدمرهم زي ما عملوا مع هاتي. والاثنين بيرجعوا يتطاوشوا مرة تانية لحد ما هاتي بتزهق وبتحكي لهم إنها راح تدور على حد يساعدها. بس هوبس بيحكي لها لو بتقصد العالم اللي صنع الفيروس، وبيوريهم صورة إله، وبيعرفوا إنه الجريدة اللي بإيده هاي موجودة بمكان واحد بس وبيقدروا يعملوا له كمين وبيمسكوه وبيروحوا معه لبيته. بنفس اللحظة كان ستون بياخد تعليماته من القائد اللي هو عبارة عن مجيب آلي، وأمر إنه يجند هوبس وشو معهم لأنهم أقوياء. ورغم اعتراضه ذكروا رئيسه هو مين ومين أنقذه ومهمته ينفذ الأوامر وبس. بنرجع لشو اللي كان بده يعرف ليش العالم صنع فيروس قاتل زي هيك، بس بيحكي لهم إنه بالأصل كان علاج بس ستون حوله لفيروس قاتل وهو هرب بعد ما عرف اللي عمله. بيسألوه كيف يطلع الفيروس من جسم أخته، بس العالم لما عرف إنه الموضوع مر عليه 30 ساعة بخاف لأنه ضل يوم واحد بس عشان الفيروس ينتشر بجسمها، وهيك هي راح تكون ناقلة للفيروس وينتشر بسببها. وبيكون في حلين يوقفوه، إنهم يخلصوا على هاتي ويحرقوا جثتها، أو إنهم يستخرجوا منها بجهاز مش موجود غير بمؤسسة آيتون وبيكون موجود تحت الأرض وبمكان مجهول، وهيك ما بيكون متاح إلهم إلا الحل الأول. شو طبعا برفض وعرفوا إنه عنده شخص يساعده من المافيا الروسية، وطبعا لازم يسافروا بس كيف وهم مطلوبين. شو بيتولي المسؤولية وبزور هويات إلهم، بس لما يجي يمرقوا من المطار هوبس بيوقفوه لأنه شو عمل فيه مقلب وخرب هويته. هاتي بتكون متضايقة من أخوها اللي عمله لأنه كان بده يساعدهم لأنها مهمة صعبة، بس هو بيكون مقتنع إنه رح يعطلهم. بس الاثنين بيتفاجئوا فيه جوا الطيارة وإنه مرق بطريقة ما، وبيحكي لشو إنه مش رح ينساله هالموقف بالمرة. وهم بالطيارة شو بيحذر هوبس إنه يقرب من أخته لأنه عارف إنه جاي لها المهمة عشانها، بس هوبس حكاله إنه مجنون إذا مفكر إنه قبل بهالمهمة بس عشان أخته، هي جزء من السبب بس مش السبب كله. بيشتبكوا مع بعض مرة ثانية لحد ما واحد من الركاب بيعصب عليهم لأنه مش عارف ينام بسببهم، وبحكي لهم يسكتوا شوي وبيحاول يصلح بينهم، وبيعرفهم إنه من الجيش يعني زيهم والضغوط اللي عليهم كبيرة فلازم يهدوا شوي، وحكى لهم إنه بيقدر يساعدهم بمهمتهم لو احتاجوا لأي طيارة. بهاللحظة كان ستون وصل للدكتور ومنشوفه معلقه عشان يعرف وين هاتي راحت. الدكتور بيحكي لهم إنه مش عارف وما عنده نية يساعدهم، بس مع التهديد بيوافق عادي وبيحكي لهم وين راحت هاتي. شو فريقه وصلوا لماري اللي راح تساعدهم واللي طلع بينهم قصة حب قديمة، وخبروها بكل اللي بيلزمهم، وهي سلمتهم سلاح ودروع واقية وكمان كاميرات بتبين اللي ورا الحيطان، وبيكون ضايل إشي واحد بس وكيف يوصل لمقر آيتون. وهون هاتي اقترحت اقتراح ما في حل غيره، وهو
إنها تركب بجسمها جهاز تتبع، وماري تسلمهم لستون وتأخذ مقابلها مصاري، وهيك ما حد رح يشك فيهم. وستون طبعا رح ياخدها للمختبر عشان يطلع الفيروس، وفعلا بنفذ الخطة ماري بتقابل ستون وبتسلمه هاتي وبيسألها لسه لمتها، فبتحكي له إنها بدها مصاري وهاد شغلها. بياخدها وبيسافر لمقر المؤسسة. وقتها كان هوبس وشو بطيارة قريبة من المؤسسة وبنطوا منها عشان ينزلوا بالمظلات، ومنشوف ستون هو بيسلم هاتي للمختبر، وبتتفاجأ إنه العالم هناك واللي بيتأسف لها لأنه أجا غصب عنه. بنرجع لهوبس وشو اللي دخلوا المؤسسة، كل واحد فيهم اختار باب يدخل منه، بس باب شو بيكون مليان من أزلام العصابة، أما هوبس ما كان معه غير زلمة واحد ضخم وبيضربوا ضربة واحدة بيوقعوا فيها على الأرض، وبيضل يستنى بشو لحد ما يخلص، وأخيرا قدر يخلص عليهم، وبيجرب وجه كل واحد فيهم عشان يفتح الباب لحد ما بيفتح. بس كانت المفاجأة إنه ستون كان بيستنى فيهم وكان شايف كل اللي بيعملوه. بالمختبر هاتي استخدمت سلسلتها للمرة المليون وفكت الكلبشات وأخذت الجهاز وهربت مع العالم. بنفس اللحظة كان ستون رابط هوبس وشو بكهرب فيهم عشان يجبرهم ينضموا له، وهاتي كانت رح تهرب، بس لما سمعت صوتهم بتعذبوا وحكت لحالها هو مين جاي ينقذ مين، وراحت تخبط بين الزلام وسحبت سلاح وهددت ستون عشان يتركهم. بس بيحكي لها إنه السلاح ما بيشتغل بالطريقة اللي بتعرفها، وفعلا بيشتغل ببصمة كل جندي. بس العالم بيجيب رشاش نار وهاجمهم فيه، وهذا بيعطي فرصة لهوبس وشو إنهم يهربوا. وطبعا بلشت الطوشة بينهم من جديد، وسرق هوبس سيارة ضخمة وهاتي ركبت مع شو بسيارة ثانية، وبلشوا يطاردوا بعض برا المؤسسة وطخوا تكسير وناس بتطير وأكشن عالي. ولما شو لقى حاله مضطر يترك السيارة سأل أخته إذا بتوثق فيه، وحكت له طبعا، فزتها لهوبس اللي سحبها لجوا سيارته، وبعدين نط هو كمان على السيارة وترك سيارته تنفجر، وسلم هوبس السواقة لهاتي وطلع هو وشو عشان يخلصوا على ستون اللي ما حد عارف يخلص منه. وبعد ضرب وطحن وعجن نص السيارة من ورا بيوقع فوقها مبنى كبير، وبياخد معه ستون اللي بضل عايش بالمناسبة، وهذا بيكون أعطى فرصة ثانية لشو اللي معهم إنهم يهربوا. وللأسف كان الجهاز انكسر جزء منه ومحتاج تصليح، وهالإشي بيكون صعب، فهاتي طلبت منهم يخلصوا عليها لأنه الوقت قرب يخلص. بس هوبس حكى لهم إنه ببلده الأصلي بيقدروا يساعدوه، وسافرت لهناك لأنه أخو هوبس أشطر ميكانيكي عرفته البشرية ورح يعرف يصلح الجهاز. أول ما وصل للبيت كان خايف يدق على الباب، بس بالآخر دق وفتح له أخوه جون اللي عصب لما شافه، حكى له إنه هرب وتركهم من 20 سنة، وبسببه الشرطة أجت لعندهم إنه خاين لعائلته. بس الأم بتيجي بتفضي الطوشة بينهم وبتحكي له إنه هوبس هو أخوه الكبير وواجب عليه يساعده. بعدين هوبس فهمهم إنه اللي رح يعملوه مش إنقاذ إله، هو إنقاذ للبشرية كلها، عشان هالفيروس لما ينتشر ما حد رح يضل عايش على الأرض. وطلب من أخوي يصلح الجهاز بسرعة لحد ما هم يعملوا خطة لمواجهة ستون وفريقه لأنهم أكيد جايين. وفعلا كان ستون بيجدد بقوته، والمدير بيحكي له خلص على هوبس وشو ورجع الفيروس بأسرع وقت. جون بياخد أخوه لورشتهم بعد ما طوروها وفرجاه على التطور اللي قدر يوصل للعيلة بعد اللي عملوا فيهم. بنعرف من حكيهم إنه أبوهم كان مجرم وعلمهم الإجرام وصار خطر على العيلة، عشان هيك هوبس سلمه مقابل إنه إخوانه يعيشوا بسلام وهرب بعدها. المهم بيكتشفوا إنه الأم تخلصت من كل الأسلحة الآلية وما ضل غير الأسلحة البدائية اللي بنعرفها، وعلى هوبس والمدينة كلهم يمشوا حالهم فيها قدام قوة وتطور ستون. بس أخوه الصغير عرفوا إنه بيقدر يعطي الآلات كلها لمدة 6 دقايق، وهدول كافيين إنهم يخلصوا على أكثر من نص الجنود. بلشوا بتجهيز الخطة، وهوبس وشو بلشوا يحطوا خطة لتفجير الطريق لو الموضوع خرج عن السيطرة. بالليل كان جون قدر يصلح الجهاز وبلشوا بتشغيله، واللي راح ياخذ وقت تقريبا 5 ساعات للاستخراج. بس قبل الفجر كان ستون ورجاله نزلوا على المدينة، شو تكفل بحماية أخته، أما باقي القرية ومعهم هوبس نزلوا يقتلوهم. ستون بيطالبهم بتسليم هاتي بس بيرفضوا طبعا، وبلش يهتفوا بكلام ستون مش فاهمه. ولما الجنود أخذوا أمر بالضرب استغربوا إنه الأجهزة مش شغالة، وهي كانت الإشارة لهوبس وإخوانه للهجوم، وفعلا بلشوا يضربوا فيهم بسرعة كبيرة، واستمر الضرب لحد ما النهار طلع عليهم. وستون حاول يخطف هات بس شو وقف له وضربه، بس انفصل عنها غصب عنه وللأسف خطفها. ولما هوبس شافها نبه شو، والاثنين تركوا إخوانه يكملوا الطوشة وركبوا سيارة فيها سلسلة بخطاف كبير، واللي استخدموها عشان يسحبوا الطيارة وما تبعد. وفعلا ما كان الطيار قادر يطلع لفوق، بس ماشي لقدام على ارتفاع بسيط، وطبعا قوة السيارة لحالها مش رح تقدر تسيطر على الطيارة. وهون انضموا إخوان هوبس وواحد ورا الثاني وشبكوا سياراتهم ببعض عشان يسحبوا الطيارة.
وفعلا نجحوا بعد مخاطرة كبيرة إنهم يسحبوها، بعد ما كانت الطيارة رح توقعهم كلهم على راس الجبل، بس سحبوها وكسروا المروحيات تبعتها. وهناك بلشت الطوشة بين هوبس وشو ضد ستون اللي كان بيقرأ كل حركة إلهم ما حد عارف يلمسه. فقرر هوبس وشو يتفقوا لتاني مرة وحكوا لبعض إنه واحد فيهم ينضرب والثاني يضرب، وفعلا كانت الخطة ناجحة. هوبس ينضرب وشو يضرب لحد ما سيطروا عليه، وتقريبا جهاز الاستشعار عنده خرب. وللأسف كانت هاي نهاية ستون، لأنه المؤسسة قررت توقف نظامه، وفورا وقع كأنه مات ونزل بالنهر. وأخيرا خلص استخراج الفيروس واللي راح يسلموه بعدين للحكومة ويبرئوا اسمهم. وكمان هوبس تصالح مع عيلته وعرف بنته عليهم وفرحوا فيها كثير. أما شو هاتي راح يزوروا أمهم اللي قررت تهرب عشان تعيش معهم. أما لوك حكى مع هوبس مرة ثانية لأنه عندهم مهمة جديدة أخطر من الأولى، ويمكن نشوفهم مرة ثانية بمهمة جديدة. وبس والله، ولو عجبك الفيلم واستمتعت فيه لا تنسى تضغط اللايك وتشترك بالقناة ليوصلكم كل جديد. بنشوفكم بالفيديو الجاي. سلام.